السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد أعراب الأشجعي، قبيلة أشجع الغطفانية المتواجدة حاليا بشمال شرق المغرب، ولها فروع أخرى بمناطق عدة من المغرب. اليوم سوف نقدم لكم الجزء الأول من الكتاب الذي هو في طور الإنجاز، والذي خصصناه لتاريخ وأنساب وعادات وتقاليد قبيلة أشجع الغطفانية. هذا الكتاب انتهينا من جزئه الأول تحت عنوان أشجع، قبيلة عربية لها تاريخ. قبيلة أشجع الأصل العربي والنسب العدناني. في هذا الجزء دعمنا أبحاثنا بأمهات الكتب، العشرات من الكتب والمصادر والمراجع التي تحدثت عن قبيلة أشجع بالاستفاضة، بالتواتر وبالتسلسل. في الجزء الثاني سوف نعتمد إن شاء الله على كتب ومخطوطات حديثة شيئا ما، ومنها كتاب وصف إفريقيا للرحالة والمؤرخ المغربي الحسن ابن محمد الوزان، المعروف بليون الإفريقي. في نسخته الأصلية تمت كتابته باللاتينية، ترجمه من الفرنسية الدكتوران محمد حجي ومحمد الأخضر، خريجي جامعة السربون. تحدث محمد بن الحسن بن محمد الوزان بإسهاب عن العديد من القبائل عربية وأمازيغية متواجدة بالمغرب وشمال إفريقيا، ومنها قبيلة أشجع. نعم، قبيلة أشجع ضمن القبائل العربية التي عاينها في ذلك الزمان، أي منذ حوالي 5 قرون. بالإضافة إلى وصف إفريقيا نعتمد بعض المراجع مثل تاريخ وجدة، تاريخ مدينة وجدة من التأسيس إلى سنة 1830. الجزء الأول للمؤرخة والباحثة ماريا دادي، أستاذة محاضرة في جامعة محمد الأول بوجدة. هذا هو الجزء الأول. يليه الجزء الثاني. هذا الجزء الأول والجزء الثاني لنفس المؤلفة ماريا دادي، التي تحدثت عن قبيلة أشجع ضمن أهم القبائل المغربية المتواجدة بشمال شرق المغرب بمنطقة وجدة والعيون سيدي ملوك وتوريرت. اعتمدنا كذلك كتاب الدكتور العربي كنينح تحت عنوان دراسات في تاريخ المغرب. ورد فيه معلومات ثمينة عن حول قبيلة أشجع،
وفروعها المتواجدة بسهل سايس ومناطق أخرى من وسط المغرب وغربه. كذلك اعتمدنا على كتاب للأستاذ محمد بوكبوت يتحدث فيه عن مقاومة الهوامش الصحراوية للاستعمار الفرنسي بين سنة 1880 و 1938. فيه معلومات يعني قيمة حول القبائل التي سكنت منطقة سجل ماسة، ومنها قبيلة أشجع التي كانت قد مرت بهذه المنطقة ولها بقايا هناك. كذلك اعتمدنا للاستئناس كتاب مترجم للغة الفرنسية، وهو كتاب التوابع والزوابع للأديب والشاعر والطبيب أبو عامر أحمد ابن شهيد الأشجعي، الذي عاش مع بداية القرن العاشر أو نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميلادي. هو من عائلة أشجعية سكنت بلاد الأندلس، وكان أجداده يحتلون مناصب عليا في عهد الدولة الأموية والدولة العامرية بالأندلس. وترك لنا هذا الكتاب، كتاب التوابع والزوابع، ذكر فيها أصوله الأشجعية أيضا، وهو ينحدر طبعا من قبيلة أشجع الغطفانية. تحياتي ومودتي لجميع أبناء وبنات قبيلة أشجع الغطفانية بجميع ربوع المملكة المغربية، وكذلك تحياتي لجميع أبناء عمومتهم الغطفانيين والقيسيين، وتحياتي لجميع متابعي قناة أشجع TV، القناة الرسمية لقبيلة أشجع الغطفانية. لنا عودة إن شاء الله، مشكورين على الاهتمام والمتابعة، ولكم مني أجمل تحية.